العالم مولع حرفيا، ضرب في كل حته، قصف في غزه وقصف في السودان وسوريا وحتى ايران. لحد ما انتوا هتشوفوا الحلقه دي النهارده احنا مش عارفين اصلا ايه اللي هيكون حصل خلال المده دي. بس لو رجعنا وفكرنا في التاريخ هنعرف ان الحروب هي بدايه لكل حاجه. الحروب هي اللي بتبدا قبل الانشاء وقبل الاعمار، وكل الحضاره وكل المدن اللي اتبنت في كل العصور اللي فاتت كان اساسها حرب. بعد كده بدأنا نبني، بس للأسف اللي بيعمل الكلام ده كله هو أصلا ما عندوش تاريخ، وإحنا مش عارفين هو عايز يعمل ايه بالظبط. بس اللي احنا متأكدين منه ان احنا عارفين مصيرهم عامل ازاي كويس. بس لو هنفكر مع بعض النهارده وناخد رحلة في التاريخ، نعرف ان الحرب بداية بناء مش بداية دمار. من اول العصور الفرعونية الفراعنة ما كانوش عايشين في حياة وردية وقاعدين يعملوا تماثيل وعندهم ذهب وقاعدين يعملوا الكلام ده كله. الفراعنة كان عندهم كمية حروب محدش كان يقدر يصدها، بس العقيدة المصرية اللي موجودة فينا من زمان هي اللي كانت واقفة قصاد كل ده، وهي اللي قدرت تبني الحضارة، خصوصا في الفترة بتاعة الأسرة 18 و 19 ووقت الملك رمسيس الثاني وقيامه بمعركة قادش في القرن 13 قبل الميلاد. وبعد كده الراجل ده قدر يقف ويقول للعالم كله أنا موجود وأنتوا شايفيني وعارفين إن أنا موجود. عمل معبد أبو سمبل، والمعبد ده لما اتعمل ما كانش معمول أصلا عشان الديانة ولا كان معمول عشان التعبد. المعبد ده وقتها كان بيقول وبيحط رسالة للعالم، كان بيوثق البطولات وبيوثق كل حاجة اتعملت خلال الحروب. وده يعتبر أول بروباجندا إعلامية اتعملت في التاريخ، وأول حاجة استخدموها كإعلام عسكري في التاريخ. الراجل ده وقف وقال إحنا ما قدمناش حد وإحنا هنعمل اللي إحنا عاوزينه. وبعد كده توالت الحروب وكل حاجة اتعملت كان درس للتاريخ ودرس للبشرية عشان يعرفوا إن الحرب بداية الحضارة. وفي العصر الإغريقي ومع بداية دخول الإسكندر لمصر، أول حاجة عملها إنه اهتم بالجبهة البحرية لأن هي دي كانت الوجهة بتاعة الهجوم في الوقت ده. وأول حاجة عملها إنه أسس مدينة الإسكندرية، المدينة اللي عظمة تأسيسها وتخطيطها لسه موجودة لحد النهاردة. عملنا فيها كل حاجة ينفع تتعمل عشان تكون مكان وملاذ آمن للناس، من أول الشوارع المستقيمة والشوارع المتعامدة والشوارع المتوازية لحد المواني والقلاع اللي اتعملت عشان تكون أول جرس إنذار وقت الحروب وأول خط دفاع ليها. واستكملها الرومان بعد كده في مناطق الظهير الصحراوي للبلد، ورجعوا عملوا المعسكرات بتاعتهم وعملوا كل حاجة عشان يأمنوا طرق الانتقال الداخلية ضد الهجمات، عشان يكون عندهم تأمين تاريخي حربي وعندهم تأمين للتجارة والاقتصاد. وبعد كده في العصر الإسلامي وبعد دخول عمرو بن العاص مصر تقريبا في القرن السابع الميلادي، أول حاجة عملها هو بناء مدينة الفسطاط، المدينة اللي حطها في قلب مصر عشان تكون مقر أساسي للحكم فيها. ودي كانت نقطة تحول كبيرة جدا، لأن بعد كده كل حاكم كان بيدخل أي بلد بعد فترة حصار كبيرة أو بعد حرب كبيرة كان بيبني أول حاجة بيبني فيها مدينة، وكان ده يعتبر شعار المرحلة. الحرب هي البداية مش النهاية، والمدينة هي إعلان السيطرة وإعلان قيام الدولة الجديدة. وعندنا أمثلة من دي كتير زي الدولة الطولونية وأحمد بن طولون والجامع الكبير اللي بناه، وحتى صلاح الدين والقلعة اللي اتعمل فيها كل حاجة وكانت مقر كبير جدا للحكم، وكان جواها كل حاجة ما تشطرهمش إن هم حتى يتحركوا بره القلعة. كان جواها السكنات وكان جواها المعسكرات وحتى قاعات الحكم، كل حاجة كانت جوه القاعة. ودي كانت رمز السلطة في البلد، وهي دي اللي كانت مسيطرة على كل حاجة. ولو اتقدمنا قدام شوية والعصور الحديثة ومع دخول نابليون مصر في أواخر القرن السبعتاشر، أول حاجة عملها إنه كان معاه جيش كامل، بس الجيش ده كان أكبر ركن فيه ركن المهندسين، لأنه ما دخلش بالحرب وبالسلاح، هو قدر يغزو ويدخل ويسيطر. أول حاجة عملها إن هو خلى المهندسين بتوعه يعملوا حصر بالأماكن كلها ويرسموا خرائط مفصلة ودقيقة جدا للقاهرة بالذات، وعملوا البيوت كمقرات عسكرية، وقدروا إن هم يعملوا كل حاجة عشان ما يتصعبش عليهم قصة الحرب وما يصعبش عليهم التحركات، ويقدروا يصدوا أي هجمات هتيجي عليهم سواء من المقاومة الداخلية أو أي حاجة هتكون جاية لهم دخيلة من بره. وعشان كده كان وقتها بيقولوا إن الحرب خريطة مش قنبلة. وبعد خروج الحملة الفرنسية وبعد ما محمد علي قدر يثبت حكمه في البلد، أول حاجة عملها إنه أنشأ الترسانة البحرية في بولاق عشان يقدر يحمي المركز بتاعه والعاصمة من أي هجمات خارجية. تاني حاجة عملها إنه أسس مدرسة المهندس خانة. المدرسة دي عملها عشان يقدر يخرج مهندسين وناس تقدر تبني منشآت تدافع عن البلد. وكان عنده فكرة دايما إن الدولة لازم تقدر تحمي نفسها بنفسها، عشان كده عمل قلاع وعمل حصون وعمل ترسانات أسلحة وعمل كل حاجة عشان يكمل الفكرة والمنظومة بتاعته واللي فضلت ناجحة لعدد كبير جدا من السنين. في الحروب العالمية الأولى والتانية كان أهم حاجة سرعة التنقل والمراكز اللوجستية،
والمراكز اللوجستية دي كانت بتتحول لمدن كاملة عشان تقدر تنقل الأشخاص وتنقل كل حاجة من مكان لمكان بسرعة. وده كان بيأثر بشكل كبير على سكك الحديد وشبكات البنية التحتية، لأن هي دي كانت السكك اللي كانوا بيستخدموها عشان يأمنوا كل حاجة وهم شغالين، أو كل حاجة وأنت بتدافع عن نفسك. وبعد كده بدأت تظهر بقى الملاجئ ومراكز الإيواء، وبدأ يظهر حاجة اسمها فكرة العمارة السريعة. إزاي نبني ملجأ في أقصر وقت ممكن، وإزاي نقدر نبني عمارة أو سكنات بسرعة جدا عشان نقدر ننقل فيها المصابين، وننقل فيها الناس اللي هي بيحصل لها تشرد بسبب إن بيوتها بتتهدم والأماكن اللي بتتكسر كلها. ومن العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر، تعالوا نشوف إزاي العمارة بقت فكرة في تخطيط المدن بسبب الحرب. من أول العدوان الثلاثي اللي قصف مدن القناة واتدمرت طبعا، وكل الناس بدأوا ينزحوا ناحية المدن الداخلية، وبدأ وقتها يظهر مدن جديدة زي العاشر من رمضان والصالحية و15 مايو. وده كان عشان ننقل ونعمل مجتمعات جديدة وعمران بعيد عن الجبهة اللي احنا بنحارب فيها. وفي نكسة 67 كل الكلام ده فضل زي ما هو، والناس حتى لو كانت عايزة تفضل قريبة من الجبهة، بس كان فكرة الأمان هي اللي مسيطرة على الموضوع كله. وكله بدأ يرجع للمدن الجديدة اللي أنشئت لحد ما وصلنا لحرب 73. وفي الوقت بتاع حرب 73 بعد الانتصار العظيم طبعا، كل الناس اللي كانت بتشيد بيوت، كله كان عنده فكرة العمارة الآمنة، اللي هو إزاي نبني بيت يكون مأوى ومكان مؤمن عشان أي هجمات تحصل نكون في أمان منه. والمستشفيات كانت مؤمنة، وفكرة المخازن بقت حاجة ثابتة في العمارة العامة عند الناس كلها. والنهاردة حتى والحرب حوالينا في كل مكان، الناس لسه برضه بتبني في غزة. ورغم كل اللي حاصل فيها، لسه في ناس بتبني بيوت وبتصمم وبتعمل غرف. بس في الوقت ده الغرف بتتعمل عشان تخدم كل الأهداف. هما لسه مش هيستنونا لسه إن احنا نعمل محاولات إعادة الأعمار. هما بيعملوا غرفة، بس الغرفة دي ينفع تنام فيها أو تستخبى فيها، أو حتى لو في واحدة ست بتولد هتولد فيها. وفي سوريا قدروا دلوقتي بعد التحرير إلى حد ما إنهم بيعيدوا بناء البيوت على نفس وضعها وبنفس الأشكال القديمة، عشان يفضل الحنين ليها موجود، وعشان تفضل متمسكة بنفس الهوية العمرانية بتاعتها. وحتى في إيران فكرة العمارة والتأمين أساس بقاله مدة طويلة، من وقت ما بدأوا يعملوا القنابل النووية ووقت ما بدأوا يعملوا الحاجات دي كلها. مركزوش غير في إن كل حاجة تكون مؤمنة، حتى من ضد الزلازل، ضد القنابل، ضد أي حاجة، واستخدامهم للخامات المحلية والحاجات اللي هم يقدروا يصنعوها بنفسهم عشان يكونوا حماية أكبر. وده أكبر دليل بيدل على إن هم لما كانوا بيفكروا في البنى ما كانش فكرة العمارة بس، كانت فن النجاة وفن المعيشة وتمسكهم بالحياة وتمسكهم بالهوية. العمارة مش بس رفاهية، دي أهم وسيلة للأمان. عشان كده وأنت بتبني لازم تسأل نفسك شوية أسئلة. هل البيت ده يقدر يتحمل أزمة كبيرة؟ وهل عندك نظام صرف آمن، أو نظام تهوية آمن، أو نظام إنارة طبيعية آمن؟ لازم تفكر في الحاجات دي. ولازم أي أوضة وأنت بتعملها تعرف أنت هتستخدمها لإيه، مأوى ولا مكتب ولا أيا كان اللي أنت هتستخدمه فيها. لازم تكون عارف الغرض منها عشان تعرف تعمل مكان صح. الحرب بتعدي، بس اللي هيفضل واقف هو المبنى وهي الحضارة. والمبنى اللي بتعمله وأنت إيدك بتترعش أقوى من 1000 ناطحة سحاب. عشان كده لازم تكون متمسك بمكانك ومتمسك بأرضك ومتمسك بالهوية بتاعتك، عشان العمارة هي الدليل اللي هيقف ويقول للعالم كله أنا موجود، وأنا واقف وأنا عايش. ولو عجبتك الحلقة متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنونا في حلقات تانية هتعجبكم إن شاء الله.